والآن مع الشريط التاسع، السيدة صفية بنت حيي والسيدة أم حبيبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا النهاردة لقائنا بفضل الله عز وجل مع اثنين من أمهاتنا، مع رملة بنت أبي سفيان ومع صفية بنت حيي بن أخطب، رضي الله عن صفية وعن رملة. فإن شاء الله نبدأ أول درس مع أمنا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاها. تبدأ قصة أمنا صفية رضي الله عنها وارضاها. كان أبوها يعتبر زعيم أو رأس اليهود، اللي هو حيي بن أخطب، اللي قلب القبائل واليهود والعرب، كل الدنيا قلبها فوق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يظفر بقتل المسلمين وبقتل سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهى الأمر بقتل أبيها زي ما هنشوف دلوقتي، لكن تعالوا نبدأ القصة من أولها بس بعد ما تصلوا صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها وارضاها كانت عايشة مع أبيها في المدينة المنورة، وكانت هي من يهود بني النضير. فالمهم وهي عايشة كانت طبعا كانت أغلى واحدة من بنات أبيها. يعني أبوها كان عنده ولاد كتير وبنات كتير، وعمها نفس الحكاية، عمها اسمه أبو ياسر، كان حبر من أحبار اليهود. لكن هما الاثنين كانوا يحبوا صفية رضي الله عنها وارضاها حب شديد جدا، وده السبب هتعرفه دلوقتي ايه هو. طبعا عمها كان حبر من أحبار اليهود، بيقرأ دايما في التوراة وعارف كل حاجة، فكانوا يعرفوا كل المواصفات التي جاءت عن النبي عليه السلام إلا حاجة واحدة، اللي هي ايه يا اخوان؟ ان النبي عليه السلام هيكون من العرب مش من بني إسرائيل. دي النقطة الوحيدة اللي كانت مخلياهم طمعانين ان النبي عليه السلام اللي هو نبي آخر الزمان هيكون من مين؟ من بني إسرائيل. المهم فقرأوا في بعض مواصفات زوجة نبي آخر الزمان ان هي بتنطبق على مين؟ على صفية. قال بس خلاص يبقى نجهزها ونهتم بيها ونعتني بيها يعني نحاول ايه ندللها على قد ما نقدر، ونجهزها لتكون زوجة لنبي آخر الزمان. وهم فاكرين كل ده ان هو هيبقى منين؟ من بني إسرائيل، ما يعرفوش ان هو ايه؟ هيكون من العرب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان لما ترجع لقصة الستة اللي أسلموا مع على يد النبي عليه السلام، أول 6 من الأنصار أسلموا على يد النبي عليه السلام سنة 11 من البعثة، لما النبي عليه السلام خرج في موسم من مواسم الحج وقابلهم فكلمهم عن الإسلام، فقالوا بس ده هو ده النبي الذي إيه توعدكم به اليهود وتقول لئن بعث لنتبعنه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. عارفين القصة دي طبعا، اللي حضر السيرة يمكن إيه عارف القصة دي. فالمهم فتمر الأيام ويشاء المولى عز وجل إن يكون النبي عليه السلام يظهر من العرب. امتلأت قلوب اليهود طبعا غيظا وحقدا على مين؟ على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حيي بن أخطب زي ما قلت لك عرف من المواصفات من خلال أخوه اللي هو أبو ياسر إن بنته دي ممكن تكون زوجة مين؟ نبي آخر الزمان. هو طبعا مش متأكد بس المواصفات تقريبا بتنطبق. قال لك بس يبقى النبي طالما طلع من العرب يبقى نعمل ايه؟ ألحق أجوزها لواحد من اليهود. عشان ايه؟ عشان ما جوزهاش لمين؟ للنبي عليه السلام. وبعدين سبحان الله، يعني أنت تريد أمرا والله ايه؟ غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا ربنا عايزه هو اللي هيكون وهيقدره سبحانه وتعالى. المهم قام حيي بن أخطب اللي هو أبو مين؟ أبو صفية رضي الله عنه وارضاه. عايزك كده صح معايا. فأبو صفية اللي هو حيي بن أخطب قال بدل ما تتجوز مين؟ نبي العرب اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنا جوزها واحد من اليهود. وراح متجوزها من واحد اسمه سلام بن أبي الحقيق. اتقتل سلام بن أبي الحقيق، أم جوزها لمين؟ لأخوه اللي هو إيه؟ كنانة ابن أبي الحقيق. لما هي جوزت سلام بن أبي الحقيق كان عندها كم سنة؟ 11 سنة. ودي برضو رد على الشبهة اللي بيقولوا إن إزاي النبي عليه السلام يتجوز أمنا عائشة وعندها كم؟ 9 سنين. الأمر كان سائد في البيئة يا إخوة، مش عند العرب بس، ده عند اليهود نفسهم. أهو أمنا صفية اتجوزت عندها 11 سنة، ويمكن في نظرهم تعتبر متأخرة جدا في جوازها.
لأن كانت البنت في البيئة دي بتبلغ في سن بدري وتعجز في سن بدري، وكان الشائع في هذه البيئة إن البنت في سن 8 سنين 9 سنين كانت تبلغ مبلغ النساء وتستطيع أن تتزوج وتنجب، ما فيش أي مشكلة خالص. فالمهم إيه، فتزوجها سلام بن أبي الحقيق، ولما قتل تزوجها أخوه اللي هو كنانة ابن أبي الحقيق. المهم صفية رضي الله عنها وارضاها كانت بتشوف بقى إيه علامات الحقد من أبيها، يعني هي عايشة مع أبوها بقى، فشايف علامات الحقد طالعه بالطق من عينيه على مين؟ على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وكان في مشهد عجيب جدا يوضح لك اكتر كيف كان حقد حيي بن اخطب على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي بنفسها صفيه بنت حيي هي اللي بتحكيه. حكت الموقف ده امتى؟ بعد ما اسلمت وتزوجها النبي عليه السلام، وحكت له الموقف، والا احنا عرفناه منين؟ ما كناش هنعرفه الا اذا كانت صفيه هي اللي حكته رضي الله عنها. بتقول في يوم من الايام كنت انا طبعا اغلى واحده عند عمي وعند ابي، كانوا لما يشوفوني لو معاهم كل أولادهم يسيبوهم ويقبلوا علي أنا لوحدي، فكان ده من شدة حبهم لمين؟ لصفية. بتقول في يوم من الأيام سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عملوا إيه؟ راح حيي بن أخطب خد أخوه اللي هو إيه؟ أبو ياسر، قال له تعالى نشوف إيه يعني علامات هذا النبي، هل هي فعلا صحيحة ولا مش صحيحة. المهم راحوا له إيه في قلب الليل وطرقوا على النبي عليه السلام وخرج لهم النبي عليه السلام. وفضل حيي بن أخطب يسأل مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، يسأله أسئلة عجيبة جدا. أين أبوك؟ يقول له مات. طب وأين أمك؟ ماتت. مظبوط، ده الكلام ده جه في التوراة. طب مين اللي كفلك؟ جدي ثم عمي. مظبوط تمام، وهو الكلام ده كله إيه في نفسه. طب وأنت كنت بتشتغل إيه؟ في رعي الغنم. مظبوط، كل نبي كان يعمل برعي الغنم كما ثبت في الحديث. خد بالك، فضل يسأله كل الأسئلة اللي في دماغه، وفي الآخر خالص تيقن من إن هو إيه؟ إن فاضل علامة واحدة بس، اللي هي إيه؟ علامة خاتم النبوة. قال له طب ممكن ابص على حاجه؟ بص على الرداء من ورا كده فلا ايه؟ علامه خاتم النبوة، بس هو ده تمام. ورجع في غايه الحزن والاسى، هو ومين؟ هو واخوه ايه؟ ابو ياسر. وهم راجعين فصفيه بتقول ايه؟ بتقول فهششت لهما، زي ما اتعودت اول ما يجوا تبتسم في وشهم يروحوا ايه؟ يقبلوها ويحضنوها، كانت لسه صغيره، ويفرحوا بيها ويشيلوها ومش عارف ايه. قالت ايه؟ فلم يلتفت الي واحد منهم، ولا كانهم شايفيني من كتر الحزن والغم اللي هم ايه؟ اللي هم فيه. قالت فلقيت واحد منهم راح مكلم الثاني اللي هو مين؟ ابو ياسر بيكلم مين؟ ابوها حيي بن اخطب. قال له هو دوت؟ قال له نعم. قال اتعرفه وتثبته؟ يعني خلاص تأكدت من كل العلامات اللي تدل على انه نبي اخر الزمان؟ قال له ايوه. قال فما في نفسك منه؟ طب طالما انت اتأكدت بقى ان هو نبي اخر الزمان، ايه اللي انت ناوي تعمله؟ قال عداوته ابدا ما بقيت. يا ستير استر يا رب، ده ايه القلوب السوداء دي؟ هو اليهود هم اليهود عمرهم ما هيتغيروا. قال عداوته ابدا ايه؟ ما بقيت. المهم تعال بقى نرجع الى القصه من اولها. لما دخل النبي عليه السلام المدينه ايه اللي حصل؟ زي ما عرفنا دلوقتي ايه؟ حيي بن اخطب يعني خلاص عزم على عداوه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي عليه السلام لما جه المدينه كان في كم نوع من اليهود؟ احنا قلنا حيي بن اخطب كان منين؟ كان من يهود بني النضير. كان في 3، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود ايه؟ بني قريظه. ال3 دولت كان كل واحد منهم ايه؟ في قبيله لوحدها. والنبي عليه السلام بفضل الله عز وجل استطاع ان يقضي على ال3 بالطرق الايه؟ الاتيه. اول حاجه يهود ايه؟ بني قينقاع، كان لهم قصه عجيبه جدا. امراه مسلمه رايحه تتاجر وتشتري وتبيع في سوق بني قينقاع، وكان اليهود طبعا طول عمرهم ايه؟ تجار ذهب، طول عمرهم محبين الفلوس جدا والمال، ولا تجد انهم احرص الناس على ايه؟ حياه بالنكره، اي حياه، المهم انه عايز يعيشوا بس. فالمهم ايه؟ هذه المراه المسلمه رايحه لابسه النقاب وملتزمه ما شاء الله بحجابها، وراحت هناك عشان تبيع وتشتري. فبعد ما باعت واشترت قاعد على جنب بتشوف الذهب وتشوف الحاجات دي، جه يهودي خبيث قام جاي من وراها ورابط طرف الثوب بتاعها من تحت في طرف الثوب من فين؟ من فوق، بحيث لما تقوم تنكشف ايه؟ سوءتها. فهي ما خدتش بالها، يعني امراه يعني جالسه مسالمه مش في نيتها اي حاجه زي كده، فجايه تقوم فانكشفت سوءتها فصرخت. مين اللي سمع الكلام ده؟ مسلم غيور، رجل رحمة الله على الرجال، رجل شاف المنظر ده على طول تحركت النخوة في قلبي، فراح قايم قاتل اليهودي. اليهود شافوا المنظر قالوا ايه ده؟ قتل؟ قام رايحين ايه؟ اتجمعوا قتلوا مين؟ قتلوا هذا المسلم. فالمهم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن عايزين نقف موقفين هنا او وقفتين مع الحته دي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه شوف نخوة الرجل، شوف مسلم اول ما شاف مسلمه اتعرت ايه اللي عملوا فيها؟ شوف على طول قام ايه؟ قتل اليهودي. شوف النهارده بقى نخوة الرجال الا ما رحم الله، يعني نسال الله العفو والعافيه. الحاجه الثانيه شوف النهارده حياء المراه المسلمه، اول ما انكشف ايه اللي كشف فيها؟ رجليها.
اول ما انكشفت رجليها عملت ايه؟ صرخت. مش متعوده على المنظر ده هي مش متعوده اصلا تظهر وجهها ولا كفها. اول ما دانت رجليها صرخت. شوف النهارده بقى، نسال الله العفو والعافيه، اليهود عرفوا يقينا ان المسلمين دولت ما ينفعش يتحاربوا بالسيف ابدا ولا بالسلاح. امال يتحاربوا ازاي؟ من خلال ايه؟ اعلام وتعليم. اشتغل عليهم. يلا بقى زي ان البنت ديت هات لها واحده نجمه كبيره كده مش عارف اسمها ايه، وتلبس بشكل معين وتقص شعرها بشكل ازاي، وتقوم البنت المسلمه اللي هي يا عيني مش عارفه حاجه عندنا تقوم مقلدها وهي مش واخده بالها. تلاقي البنت ماشيه عياذا بالله لابسه البادي وكشفه بطنها ومسرحه مش عارف عرف الديك وعرف مش عارف ايه، وعماله تقلد وخلاص وهي مش عارفه اي حاجه خالص مره. كل ده من خلال ايه؟ من خلال بيوت الازياء وحفلات كل سنه ملكه جمال العالم. كل دوت بينطلي على كتير من المسلمين النهارده. شوف حيل اليهود شغاله ازاي. فاليهود شغالين لكن المسلم مش فايق. المهم نرجع بقى للموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك جهز جيش كامل وطلع على يهود بني قينقاع واجلاهم جميعا عن المدينه. ادي اول صنف من اليهود. ثاني صنف بنو النضير. بنو النضير دولت فاكر حادثه بئر معونه؟ انا معلش انا بقدم المقدمه دي عشان اوصلك بس لقصه ايه؟ امنا صفيه. عارف بعد حادثه بئر معونه لما النبي عليه السلام بعت لايه؟ للمشركين 70 واحد من خيره اصحاب النبي عليه السلام، كلهم من حفظه القران عشان يعلموهم القران. اول ما راحوا هناك غدروا بيهم وقتلوا 70 من خيره اصحاب النبي عليه السلام. نفد منهم واحد اسمه ايه؟ عمرو بن اميه الضمري. وهو راجع يعني هرب فبيستريح تحت ظل شجره فنام شويه، فلقى 2 جم ناموا ايه؟ تحت نفس الشجره، فظن ان دولت مع مين؟ مع اللي غدروا باصحابه. راح عامل ايه؟ سابهم ناموا وراح قايم قتلهم هما الاثنين. وما كانش يعرف ان الاثنين دول معاهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع وحكى للنبي عليه السلام كده فالنبي عليه السلام زعل. يعمل ايه النبي عليه السلام؟ عايز يأدي الدية بتاعتهم. فراح ليهود بني النضير وقال لهم انا جئت اليكم. كان معاه مين؟ سيدنا عمر وعلي وابو بكر الثلاثه. قال لهم انا جيت عشان استعين بكم على ايه؟ على دفع دية ايه؟ القاتلين دولت الاثنين دول. قالوا عينك اللي انت عايزه خده. فراح عشان يجيبوا له الفلوس. فواحد منهم قال لهم ايه؟ النبي عليه السلام قاعد فين يا اخوانا؟ قاعد تحت جدار بيت، قاعد على الارض. فواحد منهم قال للتانيين ايه؟ قال لهم والله لن تجدوا الرجل في حالة افضل من هذه، دي احسن فرصة عشان ايه؟ تقتلوه. فقال لواحد منهم اطلع فوق بقى سطح البيت ده وحجر كبير ونزله على دماغه عليه الصلاة والسلام. فطلع واحد اسمه عمرو ابن جحاش، طلع عايز يرمي الحجر. يوم يجي مين؟ حبيبك جبريل عليه السلام يقوم يوحي الى النبي عليه السلام قم يا محمد فانهم يريدون ان ايه؟ ان يقتلوه. ادي دفاع سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام راح قايم بسرعه ورجع فين؟ على المدينه. سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا علي بيسالوا عنه فين؟ قالوا ده مشي. راحوا لقوا دخل ايه؟ المدينه. اول ما وصل هناك قال لهم لازم نرجع وايه ونتجهز وايه، ودول حاولوا يقتلونه ولازم ايه؟ نغزو هؤلاء الناس. رجع حبيبك صلى الله عليه وسلم جهز جيش وطلع على مين؟ على بني النضير. اول ما وصل هناك كان في مجموعه من المنافقين، على راسهم مين؟ استاذهم الكبير عبد الله بن ابي بن سلول. راح قال لهم ما تخافوش. بيقول لمين؟ ليهود بني النضير ما تخافوش، اوعوا يعني ايه تخافوا ولا اي حاجه، واثبتوا وانا معاكم انا وكل ايه اصحابي، وقتلوا محمد زي ما انتم عايزين عليه الصلاه والسلام. فاول ما راح النبي عليه السلام ايه اللي حصل؟ طبعا المنافقين كالعاده اتخلوا عن مين؟ عن هؤلاء الناس من بني النضير. اول ما وصل النبي عليه السلام لقى بني النضير خافوا منه وراحوا تحصنوا في الحصون وقفلوا الابواب عليهم. يعمل ايه حبيب صلى الله عليه وسلم؟ راح قايم مقطع النخيل بتاعهم ومحرق فيه، فهم عمالين بينادوا على النبي عليه السلام. فالمهم في النهايه يئسوا من نفسهم، خلاص لا نجاه. قالوا بس ننزل يا محمد، خلاص هنسلمك الحصون بس بشرط تسيبنا نمشي ولا ناخذ معنا الا ما تحمله الابل الا السلاح. يعني بس سيبنا احنا نمشي من البلد هنا وهنرحل عن البلاد دي، وسيبنا نشيل اللي احنا عايزين نشيله من العفش بتاعنا والفلوس بتاعتنا الا السلاح، هنسيب السلاح مش هناخد السلاح معانا خالص. قال لهم ماشي. شوفوا اليهود هم اليهود يعملوا ايه؟ كل واحد عنده بيت طبعا عايز يخرج، هيخرج يعمل ايه؟ حط نفسك ربنا يعافينا ويعافيك، يعني تخيل نفسك كده في بيت هتعز، هتعمل ايه؟ هشيل العفش وممكن بعض الحاجات من العفش هسيبها كمان انها تقيله جدا وما لهاش لازمه. لا، اليهود عمل ايه؟ شال العفش حطه على الجمل، هد السقف حطه على الجمل. والله بقول لك اليهود هم اليهود. وبعدين طب هنسيب لهم البيبان والشبابيك؟ لا، خلنا على البيبان والشبابيك حطها على الجمل. طب ما ناقصش غير الارضيه؟ لا، سيب له الارضيه مش مشكله بقى. شالوا كل حاجه في البيت وحطوها فين؟ على ظهر الجمل. الله يكون في عون الجمل. المهم يعني هو الجمل مش تعبان من شيل العفش، هو تعبان من شيل اليهود اللي فيه. وشالوا كل حاجه وراحوا ايه؟ راحوا ماشيين. فالمهم خرج مع دول مين بقى؟
حيي بن أخطب وبنته مين؟ صفية رضي الله عنها وارضاها. راحوا فين يا إخوة؟ منهم من ذهب إلى الشام ودول قلة قليلة، لكن أغلبهم راحوا فين؟ ذهبوا إلى خيبر. ذهبوا لإيه؟ اللي هم دول بقى يهود إيه؟ يهود خيبر. يبقى بني النضير طلعوا من المدينة على فين؟ على خيبر، اللي هم إيه؟ يهود خيبر، اللي هم هيقابلهم النبي عليه السلام إيه؟ بعد كده. أنا بحاول ألخص لك بس مسألة اليهود عشان نخش على قصة إيه؟ أمنا صفية. المهم بعد ما حصل ده، حيي بن أخطب ينسهل النبي عليه السلام؟ لا يمكن. ده انت خلتنا خرجنا وسبنا بيتنا وديارنا وأرضنا وحاجتنا كلها، وبعد ده كله نروح على خيبر وسيبها لك؟ لا. ففضل بقى حيي بن أخطب اللي هو أبو صفية بقى إيه؟ ماسك خيبر دي مكان وقر للتآمر والدسائس على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح رايح مقلب القبائل كلها وقريش وغطفان واليهود، وقال لهم تعالوا كلنا إيه؟ نقوم قومة رجل واحد على إيه؟ على محمد ونقتلهم جميعا. جمع كم واحد يا جماعة؟ جمع 10,000 واحد، وراحوا للنبي عليه السلام فين؟ في يوم الأحزاب. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في الوقت دوت لما علم بقى بان دول كلهم جايين، ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى استعمل سلمان الفارسي زي ما ايه حكينا قبل كده في قصة سيدنا سلمان. قال له يا رسول الله كنا ببلاد فارس اذا حوصرنا خندقنا، اول ما نلاقي حصار نقوم نعمل خندق حوالينا محدش يقدر ايه يحصلنا. المدينة المنورة كان فيها سمة جميلة جدا، متحاطة بالجبال والصخور الصعبة جدا من 3 جهات الا من جهة واحدة اللي هي الشمالية. طب يعملوا ايه؟ قال خلاص نحفر خندق من جهة الشمالية. فحفروا الخندق وحفر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. جم 10,000 واحد ومعهم مين؟ حيي بن أخطب، ووصلوا على فين؟ عند المدينة. ايه ده؟ خندق؟ اول مرة نشوف الحيلة دي، ما عهدناها ابدا عند العرب. ايه اللي حصل؟ طب نعمل ايه؟ مفيش اي طريقة نخش بها ايه المدينة الا الطريقة واحدة اللي هي ايه؟ الخيانة. وكان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في عهد بينه وبين الصنف الثالث بقى اللي هم مين؟ يهود بني قريظة. ماشي؟ كان في عهد ما بينهم ان اول من النبي عليه الصلاه والسلام المدينه قال لهم عهد ما بيني وبينكم ان لا قاتلكم ولا تقاتلوني، لكم دينكم ولي دين، بس بشرط لو جه حد عدو من بره عايز يغزو في المدينه ديت نعمل ايه؟ نقف مع بعض ونقاتل هؤلاء، او على الاقل مش عايزين تقاتلوا معانا تقفوا حياد، لا تقاتلونا ولا تقاتلوه. ايه اللي حصل؟ حيي بن أخطب قال لك بس مفيش حيلة نقدر نخش بيها على المسلمين إلا خيانة يهود بني قريظة، وإحنا يهود وهم يهود ونقدر نخلص المسألة مع بعض. راح متسلل بالليل لمين؟ لزعيم يهود بني قريظة اسمه إيه؟ كعب بن أسد. وراح مخبط عليه، قال له من؟ قال حيي بن أخطب. افتح. قال له لا ما أقدرش أفتح. هو عارف حيي بن أخطب ده ما فيش وراه غير الشر. فقال له افتح لقد جئتك بعز الظهر. قال له والله ما جئتني إلا بذل الظهر. هو انت اللي ذاك من ورا خير؟ فقال له لقد جئتك بقريش وغطفان ومش عارف ايه وبنو اسد ومش عارف ايه والاسود والخرفان كله جيت لك بيهم كلهم. فكله جاي بره واقفين بره الحمد لله، ويعني والمساله يعني تمام كده. فالمهم ايه؟ فضل يكلم فيه لحد ما ايه اقتنع وفتح. ايه اللي حصل؟ قال له ده انا جاي لك ب 10,000 بتاع واقفين بره اهم، وهيخشوا ويخلصوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه، يعني ما فيش بس غير انك تفتح لهم الباب. قال له طب هفتح لهم الباب اللي ورا بس بشرط. قال له ايه هو؟ قال له لو انتم ما انتصرتوش على محمد صلى الله عليه وسلم تيجي بنفسك وتقعد معايا في الحصن بتاعي دوت عشان انا وانت نتقتل مع بعض، ما اقدرش اتقتل من غيرك، ده انت حبيبي. قال له خلاص ماشي موافقين. اتفاق يهودي اتفاق يهود. فالمهم يشاء المولى عز وجل بقى أن يكتب الله عز وجل النصر لمن؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد على طول غزوة الخندق، ذهب ليحكم في يهود ايه؟ بني قريظة. مين اللي يحكم في يهود بني قريظة؟ سعد بن معاذ، عارفين طبعا القصة كلكم. فسعد بن معاذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في يهود بني قريظة، فذهب فدخلوا على يهود بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فسعد بقى شوف الأدب بتاعه، قال ويرضى من ها هنا، بيشاور على الصحابة، قال يرضى من ها هنا، والنبي عليه السلام واقف على الناحية الثانية، فهو مكسوف يبص للنبي عليه السلام، قال ومن ها هنا؟ قال ومن ها هنا. فوافق النبي عليه السلام على ان ايه؟ سعد بن معاذ يحكم فيهم. فقال بما تحكم فيهم يا سعد؟ قال احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ونسائهم وان تقسم اموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. يا الله ايه العظمة دي كلها. المهم بدأ يبعثوا لهم، كانوا كم واحد؟ 700 واحد. 700 تخيل 700 واحد هيتقتلوا في اللحظة دي. كم من ضمنهم مين؟ الاثنين الحلوين، مش هناء وشيرين لا.
كعب بن اسد وحيي بن اخطب. فالمهم ايه، قعدوا يبعتوا لهم كل شويه، يبعتوا ايه جماعه شويه خرفان داخلين يقتلوا واللي بعده، كل شويه يبعتوا له. فواحد منهم يهودي بقى ذكي جدا، فبيسال كعب بن اسد بيقول له اللي احنا رايحين فين؟ هتكون رايح فين، الميريديان يعني؟ ولا رايح الميريلاند؟ طبعا رايح تذبح يا حبيبي. فكعب بن اسد بيقول له ايه، افي كل موطن لا تعقلون؟ هو انتوا هتفضلوا على طول كده ما بتفهموش؟ انت مش شايف يا ابني ان اللي بيروح ما بيرجعش؟ يعني اظن واضحه، يعني داخل تذبح ابتسم عشان الصوره تطلع حلوه. فالمهم فدخلوا يذبحوا. جه الدور على مين؟ على الكبير بتاعهم بقى، كبير القعده بقى بتاعتهم، حيي بن اخطب اللي هو ابو امنا ايه صفيه. شوف عمل ايه، كان مصيبه، يعني عمل كل البلاوي ديت عشان ايه؟ يمكر بالنبي عليه السلام، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جه حيي بن اخطب بقى، شوف بقى ده بقى اللي ايه بقى، يعني يهودي ياباني مش تايواني، لا ده يهودي اصلي بقى. عمل ايه؟ جاي لابس حله جميله جدا، داخل هيتقتل بقى، فلازم طبعا يتشيك كده. وهو داخل، فخد بالك بقى المنظر ده، خاف ان المسلمين ينتفعوا بالحله دي بعد ما يتقتل، راح مقطعها. تخيل المنظر، اليهود يهود بقول لك والله، راح مقطع الحله بتاعته من كل حته، قال حتى لا ينتفع المسلمون من بعد بها، وراح داخل. فبيقولوا له ايه يا حيي، ده انت كنت عمال بتكلمنا بقى عن الملاحم وهنفتح ومن نيل الفرات ومن الفرات بتكلمنا عن الوعود ايه اللي حصل؟ فقال انه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. يعني قال لهم ايه؟ يعني مش مشكلة، احنا كلنا رايحين فين؟ شهداء، ملحمة كتبت على بني إسرائيل. وراح قاعد ايه؟ فاتقتل. فضل بقى مين بقى من ده كله؟ ادي يهود بني قينقاع اجلاهم النبي عليه السلام، يهود بني قريظة قتلهم النبي عليه السلام. فضل مين بقى؟ يهود خيبر، يهود خيبر اللي هم كانوا بني النضير وايه، وطلعوا على خيبر. المهم كان اليهود في اللحظات ديت يا اخوه كانوا شايفين طبعا انتصارات عجيبه جدا للمسلمين، كل شويه نصر في غزوه بدر، ايه ده؟ طب في غزوه احد معلش، طب اللي بعدها نصر، اللي بعدها نصر، الله ده على طول من نصر الى نصر. وكانت غزوه احد دي بس عشان درس للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فالمهم جه في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم عقد مع المشركين اللي هي هدنه صلح الحديبيه، في هدنه ما بيننا، لا احنا نقاتلكم ولا انتوا تقاتلونا لمده معينه، واخد بالك، ويبقى الامر فيه سلام، ما فيش مشكله خالص ما بيننا. بفضل الله سبحانه وتعالى من بعد هدنه صلح الحديبيه عدد المسلمين اللي دخلوا في دين الله عز وجل كان اكثر من كل الاعداد اللي دخلت من بدايه بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ليه؟ احنا قلنا قبل كده كل لما تكون الحاله هاديه في كل بلد كل لما تكون الدعوه ناجحه يا اخوه، صح ولا لا؟ يعني لما تكون الحاله الامنيه هاديه في اي بلد تلاقي الناس مقبلين على المساجد والدروس وبيسمعوا ويقدر يسمع هو ايه منتبه. انما لما يكون مثلا في حروب قايمه في اي بلد حد يقدر يسمع دين؟ مش حدش قادر يسمع. ليه؟ لان البلد مولعه. فكل لما تكون الحاله الامنيه ايه يعني مستقره كل لما يكون الدعوه ناجحه. المهم حبيبك صلى الله عليه وسلم بعد ما عقد صلح الحديبيه مع المشركين ايه اللي حصل؟ حب بقى ان هو يحاسب الجناحين اللي باقيين. حب يحاسب ايه؟ الجناحين اللي باقيين اللي هم مين؟ اللي هم يهود خيبر ومين؟ وقبائل العرب اللي هي ايه متناثره في الصحراء. النبي عشان برضه عايز ايه يعرفهم الاسلام ايه قادم، عشان برضه كانوا عاملين بيدسوا مؤامرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بقى ايه فكروا في حاجه تانية خالص، قال لك بس طالما محمد صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يوافق على شروط صلح الحديبيه، تعرفين الشروط كان فيها برضه ايه حاجات صعبه جدا. يعني لو جالك حد من المشركين عايز يسلم اوعى ايه تقبله، لازم ترده، ولو جالنا حد عايز يكفر احنا نقبله. فاليهود لما سمعوا البنود ديت قالوا بس يبقى حدث وهن وضعف في النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فرصتنا ان احنا نعمل ايه نخش ايه نموت النبي عليه السلام والصحابه. فبداوا يدبروا مؤامرات فين؟ في خيبر. كان طبعا مات مين؟ حيي بن اخطب خلاص مات. صفيه اللي هي بنته قاعده فين؟ في خيبر، ومعاها ايه جوزها، بس جوزها برضه كان مات. فالمهم ايه يشاء المولى عز وجل المؤامرات عماله ايه تتدبر فين؟ في خيبر ضد النبي عليه السلام. حبيبك صلى الله عليه وسلم عرف بالموضوع ده يعمل ايه؟ قال لك نطلع عليهم قبل ما هم ايه يجوا لنا. خير وسيله الدفاع الهجوم. الله يبارك فيكم، انتوا ما شاء الله حافظين بتوع خناقات انتوا. ربنا اقطع جيش. الله يبارك فيك. خير وسيله للدفاع ايه؟ الهجوم. فالنبي عليه السلام قال لك ايه؟ قال لك بس احنا نهاجم قبل ما هم ايه يجوا لنا. بعض المنافقين وعلى راسهم برضه هو ما فيش غيره عبد الله بن ابي بن سلول قام بعت لمين؟ ليهود خيبر، قال لهم ما يهمكمش
ده هم جنود محمد صلى الله عليه وسلم يعني شرذمة قليلة، عدد قليل، وانتوا كم واحد؟ 10,000. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كم واحد؟ 1400. وعدد اليهود قد ايه؟ 10,000. قال لهم انتوا عندكم 7 حصون. حصون خيبر دي لما تقرأ عن فتح خيبر ان شاء الله ايه في دروس السيرة هنشوف بقى كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصون في خيبر. فالمهم ايه؟ قال لهم ما تخافوش، هو حد فيكم ايه يتحرك واثبتوا وما تخافوش وهنساعدكم برضه. فالمهم حب المنافقين اللي كانوا ورا النبي عليه السلام حبوا يطلعوا معاه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان وعد النبي عليه السلام بايه؟ بغزوة خيبر بالغنائم بتاعتها، في قول الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي ايه؟ صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة اللي هي فين؟ اللي هي في خيبر. اكتر مغانم كانت فين؟ كانت في خيبر. فالمنافقين اول ما سمعوا بقى عن الآية ديت قال لك بس ده في مغانم كثيرة جدا في خيبر، يبقى نطلع مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبوا يطلعوا مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. المهم يشاء المولى عز وجل ان النبي عليه السلام يقوم ايه؟ ربنا يأمره ان محدش يطلع معاك الا اللي كانوا معاك فين؟ في الصلح الحديبية اللي بايعوك تحت الشجرة، محدش يطلع معاك غيرهم. فالنبي عليه السلام قال لا يخرج معي الا راغب في الجهاد، اما الغنيمة فلا. راح المنافقين قالوا ايه؟ يعني ما فيش غنيمة؟ ما احناش لاعبين. وايه الصحابة ايه؟ طلعوا معاه. مين اللي طلعوا؟ اللي هم اصحاب الشجرة رضي الله عنهم وارضاهم. فكانوا 1400 طلعوا على طول وايه؟ على خيبر. كان الكلام ده سنة كام يا شباب؟ كان سنة 7 هجرية. حبيبك صلى الله عليه وسلم اول ما وصل هناك كان وصل بالليل، وطبعا عمره ما كان يقاتل حد بالليل. يعني لو الجيش بتاع النبي عليه السلام وصل بالليل لا، نستنى لحد الصبح. وده من رحمة النبي عليه السلام. ليه؟ عشان ما نفزعش النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ. شوف الرحمة، حرب كلها رحمة. اللي عايز يتعلم الرحمة كلها يتعلمها من حروب النبي عليه السلام. تخيل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لما كان يرسل سرية من أصحابه كان يقول اغزوا بسم الله. احنا مش طالعين عشان منصب ولا علشان جاه ولا عشان يبقى عندنا امبراطورية، الكلام ده مش بتاعنا. احنا طالعين نعبد الناس لله. اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا كذا. يا الله ايه ده؟ رحمة كل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لما صبح الصبحية حبيب صلى الله عليه وسلم راح مصلي الفجر وقام ايه؟ طلع عليهم على طول. هم ايه؟ هو والصحابة. التانيين مش واخدين بقى المسألة، مش واخدين بالهم وطالعين بالمساحب والمكاتب بتاعتهم على ايه؟ على الأراضي. كانوا بيزرعوا الأرض بتاعتهم. فلسه طالعين على الأرض لقوا مين؟ لقوا النبي عليه السلام جاي هو والصحابة. ففزعوا وصرخوا وقالوا محمد وإيه؟ وأصحابه. ورجعوا وإيه؟ دخلوا الحصون وتحصنوا. فلما دخلوا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولذلك اليهود لحد النهاردة متعقدين. أول ما تقول له خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، الكلمة دي معقداهم. صحيح والله. ولذلك سبحان الله يعني فاكر لما حصل النكسة بتاعت 67 واحد من القادة بتوع اليهود عارف يقول ايه؟ هذا بيوم خيبر. يا الله، ده ايه سواد القلوب ده؟ بقى انت فاكر لسه خيبر؟ طبعا هو يقدر ينساها؟ ما يقدرش. 1400 موحد داخلين على 10,000 يهودي، ودول متحصنين ودول بره، ورغم ذلك كانت النصرة لرسول الله ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. المهم كتب الله النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا التفاصيل هتبقى ايه في دروس السيرة ان شاء الله. وكان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب وبنت عمها، هي وبنت عمها كانوا في السبي. أول ما راحوا بها للنبي عليه السلام، طبعا النبي عليه السلام لسه ما شافهاش، هم حاطين السبي النساء لوحدهم. فالمهم فدحية الكلبي أو الكلبي صحابي النبي عليه السلام، تعرفين دحية اللي كان سيدنا جبريل لما ينزل على النبي عليه السلام في سورة بشر كان ينزل في سورة دحية، والحديث رواه مسلم فاكر؟ خد بالك كان ينزل في سورة دحية. فدحية جاء للنبي عليه السلام. دحية كان لسه ما اتجوزش وعايز ايه؟ يتجوز. وطبعا يعني او ما ملكت ايمانكم، ملكة اليمين في الحرب دي كانت ايه؟ كان احلها الله عز وجل للمجاهدين. فسيدنا دحية راح النبي عليه السلام قال له يا رسول الله اريد جارية، عايز واحدة من السبي. قال اذهب وخذ ما شئت. فدحية بقى كان ذكي، راح منشن على احلى واحدة فيهم اللي هي مين؟ صفية رضي الله عنها، وراح واخدها وخلاها بتاعته. فجاء ناس من الصحابة راحوا للنبي عليه السلام قالوا له يا رسول الله أتعطي لدحية
سيدة قريظة وبني النضير، معقولة؟ دي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود ورأس اليهود، تقوم يوم ما تديها الدحية. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن بعض المسلمين. إزاي؟ يعني النهاردة لما النبي عليه السلام يعطي صفية لدحية، طبعا صفية بنت سيد القبيلة، فطبعا صعب جدا. يعني النهارده مثلا لما تيجي تخش مثلا أي دولة أوروبية وتغزوها مثلا، بنت ملك البلاد لما نيجي نجوزها مثلا لواحد فقير جدا ممكن هي يعني تفتن، انما لما تيجي تجوزها مثلا لامير المؤمنين في الوقت ده تقبل وتحس ان بقدرها وقيمتها في ظل هذا الدين. فحبيبك صلى الله عليه وسلم لما عرف كده قال لا، اذهب يا دحية وخذ مكانها اي واحدة تانية وخليها هي. طب ليه؟ قال لك علشان برضو النبي عليه السلام يجبر بخاطر الصحابة، ما يجيش واحد منهم يقول يعني النبي عليه السلام دي احسن واحدة واحنا ما فيش خالص، يبقى في شيء في القلب. دي نقطة. النقطة الثانية ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حب يعلم اليهود درس عظيم جدا والله لا ينسى ابدا يوم القيامة. ايه هو الدرس ده؟ دي مين دي صفية بنت مين؟ بنت حيي بن أخطب. وده مين حيي بن أخطب؟ ده اللي دبر كل المؤامرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. طب مش هو عمل فينا كل دوت؟ اهي بنته دي بقى انا هتجوزها، النبي عليه السلام هيتجوزها وهكرمها وعرفهم ان الاسلام دوت دين الرحمة والتسامح، وان قلوب المسلمين لا تعرف الحقد ولا الانتقام ابدا. درس ولا مش درس؟ والله العظيم اعظم درس، هو ده اعظم درس. يعني ما كافأت انسانا اساء اليك بمثل ما احسنت اليه. اللي يسئ لك تحسن له، اتكسف منك على طول. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. والله ياما ناس كتيرة جدا يجي الواحد يسئ لك فانت تحسن اليه، هتلاقي الواحد يتكسف. يعني احد الائمه واحد جاي بيقول له بيقول له يا امام اني اكرهك، فالامام قال له واني احبك. شوف الرد عامل ازاي. انا لو مكان التاني ده اتمنى الارض تبلعني، بقى انا جاي اقول لك انا بكرهك تقول لي انا بحبك. فالشاب عمل له ولكني اكرهك في الله، قال له ده يزيدني حبا فيك. شوف الاخلاق. فاصبح بعد ذلك هذا الامام من احب الناس الى قلب هذا الشاب. شوف قد ايه النبي عليه السلام حب يعلمهم الدرس ده. يعني انت لو مكان سيدنا النبي عليه السلام، لو ان حماك او حماتك اساءوا اليك، هل يا ترى هتنتقم من زوجتك عشان خاطرهم ولا تحسن اليها؟ شوف بقى الاخلاق بقى. ما هو النبي عليه السلام بيعلمك كده. يعني ممكن النهارده اخ قاعد ما بيننا الان وزوجته تكون قاعده معانا في الصندره، وتكون حماه او حماته ضايقوه، فيروح يخلص القديم وجديد في مين؟ في مراته. لا، بنقول له اتقي الله، لان دي زوجتك ودي وصيه حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وما تعملش دي بدي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فحبيبك عليه السلام حب يعلمهم درس ان الاسلام دين الحب والرحمة والتسامح. المهم النبي عليه السلام يتجوزها. المهر بتاع امنا صفية كان يا اخوة؟ حد عارف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مهرها عتقها، يعني خدها وهي كانت في السبي فاعتقها وجعل عتقها هو مهرها صلى الله عليه وسلم. وورد في ذلك حديث رواه مسلم عن انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حبيبك صلى الله عليه وسلم خلاص اتجوز بقى صفية رضي الله عنها وارضاها، اصبحت امه للمؤمنين. عايز بقى يعمل لها وليمه، ما كانش فيه اكل ولا اي حاجه، فنادى على الصحابه من كان عنده زاد فلياتنا به. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم بقى الناس بقى طبعا ده حب النبي عليه السلام بقى، فاللي عنده طبعا لازم اطلعه. فاللي عنده شويه تمر بقى يجيبهم النبي عليه السلام عمل نطع كده كبير، فرشه كده كبيره. اللي عنده شويه تمر راح جايبهم، اللي عنده شويه سمن جايبهم، اللي عنده شويه جبنه، اي حاجه، وراحوا مكوموا شويه اكل حلوين كده، ودعاهم الى وليمه صفيه رضي الله عنها وارضاها. بعد ان اتم الله عز وجل الفتح، يعني فتح خيبر، النبي عليه السلام رجع في الطريق فاراد ان يدخل وان يبني بامنا صفيه، فابت، اعترضت، قال لها انزلي، هيدخل في خيمه ليبني بها صلى الله عليه وسلم، رفضت. فحمل النبي في صدره، اتضايق، ازاي ترفض؟ لكن كان في عله هتعرفها دلوقتي. بعد ما عدوا شويه كده مش قدام، وصلوا المكان اسمه الصهباء. اول ما وصلوا المكان دوت فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزل، فنزلت، فقضى معها النبي صلى الله عليه وسلم ليلته وبنى بها. ثم سالها في الصباح ما الذي حملك على الامتناع من النزول في اول مره؟ ايه اللي خليك ما تنزلش اول مره؟ قالت يا رسول الله لقد كنا في مكان قريب من اليهود فخشيت عليك من بطش اليهود. شوف قد ايه، شوف الحب، ادي الحب. يعني هي مش ممتنعه من النبي عليه السلام، لا، هي تتمنى النبي عليه السلام، لكن كل ما في الامر خافت والنبي عليه السلام قاعد معاها ان واحد من اليهود يتسلل فيقتل النبي عليه السلام.
فرفضت أول الأمر ثم وافقت بعد ما بعدوا عن أماكن اليهود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم تعالوا نشوف الحوار الجميل اللي دار بين النبي عليه السلام وبين أمنا صفية، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. الحبيب صلى الله عليه وسلم قعد مع أمنا صفية فبص في عينيها فلقى في عينيها شوية خضار، عينيها كده مخضرة شوية. يا ترى حد فينا بيقعد يبص في عينين زوجته؟ واحد يقول لي هو حد طيب يبص في وش زوجته؟ لا يا إخوة والله عايزين بجد والله، يعني أنا أقسم بالله العظيم أعظم شيء يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى الرحمة. إن أنت تكون رحيم بزوجتك، رحيم بأولادك، رحيم بجيرانك، بإخوانك، بأمك، بأبيك، بكل الناس من حواليك، حتى بالدواب. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيخبر أن امرأة كما في البخاري دخلت النار في هرة، قطة حبستها، وفي المقابل امرأة أخرى بغية تتاجر بعرضها أدخلها الله الجنة أو غفر له، طالما غفر لها دخل الجنة. غفر الله لها ليه؟ بكلب سقته، سقت كلب. أمال لما أنت بقى تقدم كوب ماء لزوجتك المريضة، أو أن أنت تطبطب عليها، أو أن أنت تداعبها، تلاعبها، تمازحها، تبص في وشها. أحيانا زوجة تشتكي من كده، تقول والله ده أنا بحس إنه مش طايق يبص لي. طب ليه؟ دي مسلمة، قبل ما تكون زوجتك دي أختك يا مسلم. يعني أقل الأمور والله، والأمور دي ولو إنها بسيطة بس بترضي. قلت لك قبل كده خش بوردة إن شاء الله حتى دبلانة خش على الزوجة وتفضلي يا حبيبتي، يعني دي أدبل وردة في الميعاد مش هلاقي أغلى منك عشان أجيبها، يعني أي حاجة. وأنت قاعد معاها مفيش مشكلة، وأنت قاعد كده وهي قاعدة ومفيش أي حاجة تعملوها، اقعد بص لها. هي لما بتبص لي ليه؟ لا أبدا وحشتيني فببص لك، بس ما تبصلهاش بصة انتقام يعني مش وحشتيني عايز أخلص عليكي، لا لا يعني بصة حب كده. والله يا إخوة الكلام ده أنا مش بتكلم في رواية غرامية، أنا بتكلم في حاجات النبي عليه السلام علمها لنا. أهو النبي عليه السلام أهو حديث صحيح قاعد بيبص مش في وشها، في عينيها، فلمح إن فيها خضار. ده واحد ممكن مراته تحول له ما ياخدش باله طب صلف فشوف النبي عليه السلام قاعد يبص فين؟ في عينين ايه؟ أمنا صفية، فلقى فيها ايه؟ خضار. قال لها ايه الخضار ده يا صفية؟ قالت له يا رسول الله، وهي متجوزة الراجل اليهودي، قالت له قلت لزوجي في يوم من الأيام إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. بتقول له أنا شفت الليلة دي رؤية غريبة. إيه اللي شفتيه؟ قالت له شفت كأن في قمر وقع في حجري. فراح قايم وراح لطمها على وشها وقال لها أتريدين ملك يثرب؟ أنت عايزة النبي عليه السلام؟ قصده على ملك يثرب، قصده إيه النبي عليه السلام؟ قال أتريدين ملك يثرب؟ الله، وأنت فاهمها؟ أيوة فاهمها طبعا. ما هو عندي نص في التوراة إن زوجة نبي آخر الزمان قبل ما تتجوزه هتشوف إن القمر نازل وهيقع في حجرها، وهو فاهم وقاري في التوراة. فقال أتريدين ملك يثرب؟ قالت وما كان أبغض إلي من رسول الله. ده بعد ما اتجوزت. طب ليه؟ قالت قتل أبي وزوجي، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويقول لها سامحيني يا صفية، ده أبوك قلب علي الناس وعمل كذا وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك كله من نفسي. شوف قد ايه ده درس هو يا إخوة. لما تكون زوجتك زعلانة اقعد كلمها، ايه اللي مزعلك؟ زعلانة من كذا، والله ده أصل حصل كذا وكانت الظروف كذا وسامحيني ما كنتش قصدي مش عارف ايه. في النهاية بفضل الله عز وجل، انت عارفين يا إخوة النساء دول يعني والله غلابة. أقل كلمة والله بتراضيهم، أقل كلمة بتراضيهم. يعني انت عارف لو زوجتك دي زعلانة منك وشايلة منك يعني الغلب اللي في السنين اللي فاتت دي كلها، والله العظيم بكلمة بسيطة كل ده يذهب من ايه؟ من نفسها. وطبعا بعد ما كل ده يذهب من نفسها مع أقل غلطة هتفكرك بالقديم والجديد عشان نبقى فاهمين المسألة ومحضرين نفسنا. فشوف يعني سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاه ايه؟ قال فما زال يعتذر، قالت فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي حتى ذهب ذلك كله ايه؟ من نفسي صلى الله عليه وسلم. المهم عادت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى بها، وعادت إلى المدينة المنورة وهي في قمة السعادة. طبعا يا بختها زوجة النبي وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. المهم وجاء البشير إلى أهل المدينة يبشرهم إن الحمد لله انتصرنا في غزوة خيبر، والنبي عليه السلام غنم غنائم كثيرة جدا. فالناس بقى طلعوا بقى يهللوا ويكبروا فرحانين جدا، الرجال والنساء والصبيان ومش عارف ايه. فضل مين بقى؟ الطابور الخامس، شلة المنافقين بقى اللي كانوا موجودين، اللي هو ايه؟ اللي النبي عليه السلام اصلا منعهم انهم يطلعوا معاه غزوة خيبر. فاكر لما ما حدش يطلع معاه الا ايه؟ الا راغب في الجهاد. قعدوا بقى ايه؟ زعلانين ومتغاظين، وفضحهم الله عز وجل في كتابه.
أمنا عائشة بقى رضي الله عنها وارضاها غارت بقى من أمنا صفية غيرة شديدة جدا. ليه؟ صفية كانت عندها كم سنة في الوقت ده؟ 17 سنة، وكانت في غاية الحسن والجمال. أمنا عائشة طبعا كانت أكتر واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بتغير عليه. هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا بيغيروا عليه، بس أكتر واحدة كانت بتغير هي مين؟ أمنا عائشة. لدرجة إنها كانت بتغير من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ماتت اللي هي خديجة. قالت ما غرت من امرأة مثل ما غرت على خديجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يذكر خديجة أمنا عائشة تقول له إيه؟ كأنه لم يكن في الكون إلا خديجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على خديجة صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الوفاء مع الزوجة اللي ماتت أو حتى اللي طلقت. لو زوجتك حتى طلقتها كن وفي معها. يعني لما يسألوك عنها والله أخت فاضلة والله، ويعني سبحان الله يعني أحيانا بيكون أخ فاضل متزوج من أخت فاضلة وربنا سبحانه وتعالى لا يقدر بينهما عيش. إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. ده مش معناه ان هي انسانة وحشة ولا انا انسان وحش. مش بقى طلقتها عشان كذا وعشان كذا ويا ويله اللي هيتجوزها ويقع فيها. الكلام ده يا اخوه ما ينفعش طبعا. فشوف وفاء النبي عليه السلام مع زوجته خديجة رضي الله عنها. المهم نساء الانصار بقى سمعوا عن قدوم امنا صفية، الكل جرى على مين؟ عليها بقى. طبعا كل زوجة للنبي عليه السلام كان نساء الانصار ايه؟ يجروا عشان يشوفوا مين الزوجة الجديدة دي. طبعا سمعوا بقى ايه عن جمال امنا صفية وانها كانت بنت حيي بن اخطب. كله راح عشان ايه؟ عشان يشوفها. فدخلوا عليها. فهي بقى سبحان الله شوف الرحمة والرقة اللي كانت في قلب أمنا صفية. أول ما راحت المدينة كانت عاملة حسابها إنها تهادي الناس. أول ما دخلت عملت إيه؟ أول حاجة عرفت أحب واحدة لقلب النبي عليه السلام مين؟ بنته فاطمة، طبعا من زوجاته عائشة، لكن على يعني في الكل أو في المجمل أغلى واحدة عنده بنته فاطمة. حتى كان يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني رضي الله عنها وارضاها. فالمهم تقوم أمنا صفية عايزة تراضي النبي عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ زي ما قال القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. فأول ما عرفت إن دي حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام راحت مديها إيه؟ يعني قلادة كده ذهب وراحت مديها لها هدية، وراحت مقدمة هدية لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله شوف راحت تقدم هدية لكل واحد. وعلى الرغم من ده كله كانت برضه حاسة بغربة، حاسة بغربة شديدة جدا في قلبها. إزاي؟ حاسه برضه ان هم مش بلعينها، هم برضه مش قادرين ينسوا اخوه. هي برضه من بنت حيي ابن اخت. ما حدش من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام قادر ينسى الموضوع ده خالص. درجه انه كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان بلغ امنا صفيه ان حفصه بنت عمر قالت انها ابنه يهودي. بتقول عن مين؟ عن امنا صفيه. فبكت. فدخل عليها النبي عليه السلام فلاها ايه؟ لاها بتبكي. ما ابكاك يا صفيه؟ قالت له ده حفصه بتقول عني ان انا بنت يهودي. فالنبي عليه السلام قال لها ايه؟ قال لها لا، إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. تعرفين إن أمنا صفية كانت من سبط اللاوي. سبط اللاوي ده اللي هو من نسل مين؟ سيدنا هارون اللي هو أخو موسى عليه السلام. فهي جدها مين أو أبوها بيسموه يعني مين؟ هارون عليه السلام. عمها يبقى مين؟ موسى عليه السلام. جوزها يبقى مين؟ ما تصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله فبينها بتفخر عليك ليه؟ والرواية الثانية قال لها ايه؟ قال لها ألا قلت لها وكيف تكونين خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. فشوف النبي عليه السلام بيصلح الموقف ازاي. في رواية تانية برضو ان امنا عائشة برضو اتكلمت برضو كلمة عن مين؟ عن امنا صفية. برضو لسه لحد الان مش بلعين المسألة انها ايه؟ بنت ايه؟ زعيم اليهود. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. حبيبك صلى الله عليه وسلم واقف مع امنا عائشة ومرت مين؟ صفية رضي الله عنها وارضاها. فأمنا عائشة كانت عاملة زي النبي عليه السلام. قالت حسبك من صفية أنها كذا. يعني إيه؟ قصيرة. يعني يكفيك، يعني أنت حتى لو كان عاجبك جمالها ده كفاية أنها إيه؟ قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مع إن عائشة إيه؟ أحب إليه من كل أزواجه، لكن في الوقت العدل لا، النبي عليه السلام لا يظلم ولازم يجيب لها حقها. قال يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. عارفة الكلمة اللي انت قلتيها ديت؟ لو حولناها كده لسائل ورميناه في البحر تعكر مية البحر. يا الله، الرسالة دي بنهديها لكل إخواننا وأخواتنا. الغيبة يا إخوان، الغيبة يعني سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى أناسا لهم أظفار من نحاس، الضوافر بتاعتهم من نحاس، الحديث صحيح. فوجدهم يخمشون وجوههم وصدورهم، عمالين بيقطعوا في وشهم وصدرهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. يا الله، بالله عليك مشهد مش مخيف؟
وبعدين حسناتك غالية عندك يا أخي، وحسناتك يا أخت غالية عندك. إزاي إن أنت تهادي حسناتك لواحدة أنت بتكرهيها؟ يعني مرة إيه، أذكر إن واحد مرة من أئمة المسلمين بلغه أن رجلا قد ارتاب، فذهب إليه في البيت بهدية، فطرق الباب، فتح له الرجل الباب، قال له اتفضل الهدية دي. قال له ليه؟ قال له لأنك أهديت إلي حسناتك، جزاك الله خير، اتفضل. وحبيبه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حديث رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال حلوة إيه؟ واخد بالك، ولكن إيه؟ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعفى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الغيبة يا إخوة، الغيبة يا إخوة، وخد بالك ذنب المغتاب هو نفس ذنب الذي يسمع. يعني لو أنا جيت بقول لك ده فلان ده كذا وأنت بتسمعني، ذنبي زي ذنبك، ذنب اللي بيسمع زي ذنب اللي بيقول. اوعى، واحرص من هذا الأمر. وبنحذر كل أخت مسلمة إنها تغتاب أي حد أو تستمع إلى غيبة أختها المسلمة. موقف ثالث برضو حصل بس بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث ده كان من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. في يوم من الأيام النبي عليه السلام حج ومعه نساؤه، فهم ماشيين، أمنا صفية الجمل بتاعها إيه؟ وقع وما قامش تاني، جمل كان تعبان. فالنبي عليه السلام قال إيه لزينب بنت جحش: أفقري أختك جملا، يعني اديها جمل. فقالت: أنا أفقر يهوديتك، بقى أنا أدي اليهودية بتاعتك دي جمل؟ لا يكون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصم زينب بنت جحش وما رضيش يكلمها لحد ما رجع، وفضل هاجر زينب بنت جحش شهر محرم وصفر لحد ما جه شهر ربيع الأول وداخل على زينب بنت جحش. طب تعمل إيه؟ قالت: ماذا أصنع يا رسول الله؟ كان عندها جارية بتاعتها، راحت مديها هدية للنبي عليه السلام، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم بات معها تلك الليلة. وللأمانة العلمية لم أقف على صحة تلك الرواية بالذات. المهم في المرض الذي مات فيه النبي عليه السلام موقف جميل جدا. زوجات النبي عليه السلام قاعدين حوالين النبي عليه السلام، فأمنا صفية بنت حيي بن أخطب بتقول للنبي عليه السلام وهي بتبكي، بتقول له: يا رسول الله، والله لوددت أن الذي بك بي، يعني أنا أتمنى ان المرض اللي فيك والوجع اللي فيك يبقى فيا انا. فتغامزنا ازواج النبي، يعني عليه السلام كانوا بيقولوا ايه؟ يعني انت يعني عايزه توضحي له ان انت اكتر واحده بتحبيه يعني. فالنبي عليه السلام راح قايل لازواجه ايه؟ مضمضنا، يعني تمضمضوا. مما يا رسول الله؟ ما اكلنا شيئا. قال: من تغامزكن بها والله انها لصادقه. ده مين اللي بيقسم؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايه رواها ابن سعد ورجاله ثقات لكنه مرسل. المهم في يوم من الأيام برضو موقف جميل جدا حصل، موقف جميل جدا حصل يوضح قدر أمنا صفية عند النبي عليه السلام ويوضح مدى شفقة حبيبك بالأمة صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان معتكف والحديث رواه مسلم، فجت أمنا صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المعتكف. فلما كلمته وكلمها قالت: فأردت أن إيه؟ أن أرجع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها، حب يوصلها، وهو واقف معاها 2 من الصحابة معديين. فأول ما شافوا النبي عليه السلام واقف مع واحدة لابسة إيه؟ نقاب، مش شايفين يمين، فراحوا إيه؟ مسرعين. فالنبي عليه السلام راح منادي عليهم: على رسلكما، على رسلكما، والله إنها لصفية. فالصحابة استغربوا، يعني يا رسول الله أفيك نشك؟ ويعني ممكن يخطر على بالك إن إحنا نشك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. ومن المعلوم إن اللي يشك في النبي عليه السلام يحصل إيه؟ يكفر، ده معروف باتفاق أهل العلم. اللي يشك إن النبي عليه السلام ممكن يرتكب كبيرة من الكبائر يكفر. فالنبي عليه السلام من رحمته وشفقته بالأمة وبالرجلين دول بالذات يعني حب يعمل إيه؟ قال لهم: لا، دي صفية. ليه؟ خفت إن الشيطان يقذف في قلوبكما شرا فيكفروا بالله سبحانه وتعالى. شوف رحمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم أمنا صفية رضي الله عنها وارضاها من يوم ما أسلمت وكانت أما للمؤمنين كانت بتستدرك بقى العمر اللي فات. وده درس لينا، درس لينا. الإنسان فعلا لازم يحاول إن هو يعوض كل العمر اللي فات. عدى من عمرك كم سنة لا حفظت قرآن ولا تعلمت سنة ولا علمت سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده أنت ممكن تكون عارف قصة اللعيبة الكبار، مارادونا وبيليه ومش عارف ومين ومين، واتجوز فلانة ومش عارف إيه وخلف منها كذا وكل حاجة عارف. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ممكن أسألك بعض الأسئلة في سيرة النبي عليه السلام
وممكن ما تكونش عارفها، مع ان دي سيرة سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم. كانت امنا صفية بتحاول تعوض كل العمر اللي فات ان هي تزداد في الطاعة وطلب العلم والعبادة والتقوى والقيام والصيام وكل حاجة عشان تعوض العمر اللي فات. ومرت الايام الجميلة اللي عاشتها مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، وجاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وحزنت عليه أمنا صفية حزنا كاد أن يمزق قلبها، لكن صبرت واحتسبت رجاء أن تكون زوجة له في جنة الرحمن. وبعد وفاة النبي عليه السلام فضلت صفية على عهدها وعلى نفس الطاعة التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أبو بكر طبعا لما كان خليفة المسلمين كان عارف قدر أمنا صفية تماما، ولما توفي أبو بكر وجي عمر برضه كان عارف قدرها. وحصل موقف جميل جدا لسيدنا عمر بن الخطاب، إن كان في جارية لأمنا صفية في يوم من الأيام راحت لسيدنا عمر قالت له إيه؟ قالت له يا أمير المؤمنين إن أمنا صفية تحب السبت، تحب إيه؟ يوم السبت وتصل اليهود. سيدنا عمر زعل فجاء إليه قال يا أمها علمت أنك تحبين السبت وتصلين اليهود. فقالت له يا عمر والله ما أحببت السبت منذ أن أبدلني الله عز وجل به يوم الجمعة. أنا من يوم وربنا اداني يوم الجمعة عمر ما حبيت يوم السبت. وأما اليهود فأنت تعلم أن لي بهم صلة ورحما فأنا أصل رحمي وقد أمرني النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. أول ما عرفت مين اللي عمل كده الجارية، فجاءت أمنا صفية للجارية قالت لها ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خليك تعملي كده وتروح تقول لعمر كده؟ قالت لها الشيطان ضحك علي وخلاني عملت كده. فقالت لها فأنت حرة لوجه الرحمن. شوف قد ايه الرحمة. انت عارف ده فكرنا بقصة مين؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما لما كان عنده طفل صغنطط وكان عنده ايه يعني جارية او غلام يعني على اختلاف الروايات، فجاي له بمشروب ساخن عشان يشربه هو والضيوف، فاتكعبل فوقعت المية السخنة اللي بتغلي على الطفل الصغير فمات. ده ابنه رضيع. فحزن الحسن رضي الله عنه وارضاه ووشه كده اتغير. فقال الغلام والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظ. قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله. شوف الأخلاق يا أخوانا، شوف الأخلاق. كانت الأخلاق دي كلها بيتعلموها من حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان آخر موقف من مواقف أمنا صفية يوم أن حاصر الثوار منزل عثمان بن عفان وأرادوا أن يقتلوه، فقامت صفية وأمرت غلامها اللي هو اسمه كنانة فقاد بجملها تجاه بيت عثمان بن عفان، فلقيها رجل اسمه الأشتر. الأشتر ده مين؟ اللي كان على رأس أهل الكوفة، اللي هو أقام وتولى الفتنة في عهد سيدنا عثمان. أول ما قابلها راح ضارب الناقة، كادت ان هي تنقلب بمين؟ بأمنا صفية. فخافت فرجعت. فلما رجعت أقامت جسرا من خشب بين بيتها وبين بيت عثمان، وكانت تنقل إليه الطعام والشراب رضي الله عنها وأرضاها. عاشت أمنا صفية حوالي 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله، وحضرت كل عصور الخلفاء الراشدين، وعاشت الفتوحات الإسلامية اللي كانت بتسمع عنها أيام النبي عليه السلام، شافتها حقيقة قدام عينيها. وفي سنة 50 من الهجرة على وجه التحديد نامت أمنا صفية رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت لتلقى ربها عز وجل راضية مرضية بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها. فرضي الله عنها وارضاها وجعلها مع أمهات المؤمنين في الجنة، وجمع كل أخواتنا الحاضرات على وجه الخصوص والغائبات على وجه العموم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نتوقف للأذان ونستكمل قصة رملة بنت أبي سفيان بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مع الجزء الثاني من درس النهاردة مع أمنا رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. الحقيقة يعني الواحد لما يتخيل أن رملة بنت أبي سفيان كانت بنت رأس الكفر في مكة، اللي هو سيد قريش اللي هو أبو سفيان، طبعا انتم عارفين هو أسلم في عام الفتح. المهم هنبدأ القصة من بداية كده، يعني معلش بعيدة شوية لكن عايزين بس نوصل بقى لإيه للقصة بتاعتنا. أول حاجة عمة النبي عليه السلام كانت من ضمن عمات النبي عليه السلام كانت واحدة اسمها إيه؟ أميمة بنت عبد المطلب. كان عندها 3 بنات و3 شباب. ال3 شباب عبد الله بن جحش
وعبيد الله بن جحش وأبو أحمد ابن جحش اللي هو كان شاعر، وبناتها الثلاثة مين؟ زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيب بنت جحش اللي هي زوجة عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش اللي هي زوجة مصعب ابن عمير. أول ما أسلم منهم مين؟ عبد الله بن جحش. فأول ما أسلم عبد الله بن جحش رجع للأسرة وراح إيه؟ يعني دعاهم إلى الله عز وجل، فأسلمت الأسرة كلها، وكان من بينهم مين؟ عبيد الله بن جحش اللي هو أخوه، لأن احنا لينا قصة معاه هنا في الموضوع ده. المهم يشاء المولى عز وجل يجتمع كفار قريش في يوم من الأيام في عيد من عيد أصنامهم، من عيد الأصنام بتاعتهم. فأول ما اجتمع كفار قريش كلهم انفصل عنهم أربعة. مين هم؟ هو ده الموضوع اللي احنا سبق ايه ذكر هذا النسب. مين هم الأربعة دولت؟ ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، ده اللي احنا عايزينه اهو، وعثمان بن الحويرث، وزيد ابن عمرو ابن رفيع. أول ما اجتمعوا على الأربعة دولت قالوا تعالوا نقعد لوحدنا كده على جنب ونتكلم حديث ايه؟ حديث من القلب. ايه رأيكم يا جماعة؟ انتم مقتنعين باللي قومنا بيعملوه؟ قالوا لا. يعني ايه الفايدة ان احنا نستفيدها من حتة صنم من حجر عمالين يطوفوا حواليه ومش عارف لبيك هبل ولبيك مناوي، ايه الكلام ده؟ حجر لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، ايه الكلام ده كله؟ ايه رأيكم نطلع احنا الأربعة ونسيحوا في الأرض وكل واحد يبحث عن الديانة الحقة؟ قالوا ماشي خلاص. فطلعوا مع بعض، كل واحد راح مكان. ورقة بن نوفل عمل ايه؟ اللي هو ابن عم خديجة رضي الله عنها وارضاها. انتوا فاكرين قصته في نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى امنا خديجة وقال زملوني زملوني، فامنا خديجة ذهبت به الى ايه؟ الى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وارضاه. فورقة بن نوفل ايه اللي حصل ليه؟ ده كان ده قبل مبعث النبي عليه السلام بقى. فطبعا لما نزلت البعثة كان هو ايه؟ اول من علم بذلك لما ذهبت خديجة بالنبي عليه السلام اليه، لكن كان لسه الامر ما اتضحش بالنسبه له. لكن قال له كلمه جميله قوي النبي عليه السلام، قال والله ان الناموس الذي نزل عليك هو الذي نزل على موسى، والله لئن كنت فيهم جزعا يعني شابا لانصرنك، يعني انا لو كنت بقى شاب كده لكنت اقدر انصرك، كنت نصرتك. فالنبي عليه السلام ايه؟ عرف ان ورقة بن نوفل فعلا كان عازما على اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد فعلا حديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وده حديث صحيح يثبت أن ورقة فعلا مات على الإسلام رضي الله عنه وارضاه. وأما عثمان ابن الحويرث اللي هو إيه؟ واحد من الأربعة، فراح قدم على قيصر اللي هو ملك الروم وتنصر، وكان مقرب إليه جدا وكان بيحبه ويقربه إليه، وهذا الرجل فضل عايش هناك لحد ما مات مسموم. والثالث اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل لم يدخل بقى لا في يهودية ولا في نصرانية. وفي حديث ثابت عند البخاري ان زيد بن عمرو بن نفيل بيسأل الناس فين الديانة الحقة او فين اصل الديانات؟ قالوا له في بلاد الشام. قال خلاص اروح بلاد الشام اسأل عن الديانات. فراح هناك قابل مين؟ قابل واحد يهودي من احبار اليهود، قال له دلني على دينك لعلي ان ادخل معك في دينك. فالحبر اليهودي قال له ايه؟ قال له والله لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. انت عايز تبقى يهودي تاخد حظك من غضب ربنا. قال له والله ما افر الا من غضب الله. هو انا عايز اخش عشان ربنا يغضب عليا؟ لا انا عايز ديانة حق. قال له خلاص ابحث عن ديانة ابراهيم خليل الرحمن. فمشي فقابله واحد نصراني من القساوسة، فزيد بن عمرو بن نفيل قال دلني على دينك لعلي ان ادخل في ديانتك. قال والله لن تدخل في ديانتي حتى تفوز بنصيبك من لعنة الله. قال والله ما أفر إلا من لعنة الله. فما الديانة الحقة؟ قال ديانة إبراهيم. فوقف زيد بن عمرو بن نفيل وقال اللهم إني أشهدك أني على ديانة إبراهيم. في حديث تاني برضو عند أحمد بسند صحيح أن سعيد بن زيد اللي هو ابنه بقى وعمر بن الخطاب ده بعد الرسالة بقى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل. قال أجل فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. في رواية تانية صحيحة قال فإنه يبعث أمة وحدة بيني وبين عيسى عليه السلام. ده مين؟ ده زيد بن عمرو بن نفيل. فضل مين بقى؟ عبيد الله ابن جحش. ده فضل بقى متذبذب، لا داخل نصرانية ولا يهودية. انت عارف ان انت لما تروح بعض بلاد الخليج قابلنا هناك بعض الهنود كان يوريني البطاقة بتاعته مكتوب عليها ايه؟ الاسم ما اعرفش كده اسماء غريبة قوي، حتى من ضمنهم واحدة كان اسمها غريب أنيتا شاميلي تتش أنانا حنين. والله ده مش وصفة أكل يعني، ده اسمها كده والله.
فالمهم يعني ايه، فتلاقي في البطاقه بتاعته مكتوب ايه الاسم مثلا كذا. طب الديانه يقول لك بدون، ملوش ديانه. فده نفس الحكايه اللي عملها عبيد الله بن جحش، فضل من غير ديانه لحد اما ربك عز وجل يستر الاسلام ظهر. مين اللي اسلم؟ عبد الله بن جحش. فرجع فعمل ايه؟ دعا ايه؟ الاسره. فلما دعا الاسره اسلمت الاسره كلها، وكان من ضمنهم مين؟ عبيد الله ابن جحش. فلما اسلم عبيد الله بن جحش ايه اللي حصل؟ راح ايه؟ خلى زوجته اسلمت معاه. فلما اسلمت زوجته اللي هي مين؟ رمله بنت ابي سفيان. هو كان يتجوزها في الوقت ده قبل ان يسلم. فلما اسلم عبيد الله بن جحش ورمله بنت ابي سفيان، ايه ده؟ زعيم قريش وبنته تسلم وابوها مش قادر عليها. فابوها ابو سفيان بقى قاعد يكلم، يا بنتي عقلي وما يصحش، يعني كانه يقول ذلك، يعني بس حد يقف على الواحده يعني. يا بنتي عقلي وما يصحش، وهتخلي الناس تاكل وشنا ويقولوا عرفت ربنا، وليه كده يا بنتي؟ يا بنتي ليه كده؟ انا العيله كلها عاقله، ايه اللي حصل لك والكلام ده كله. فالمهم ايه، فحب ان يفنيها وان هو يرجعها، رفضت. تتعرض للاذى برضه رفضت. فكفار قريش اول ما شافوا ان ابوها مش قادر عليها خدوها هي وجوزها وقعدوا يعذبوا فيها، وابوها ايه؟ راضي. ليه؟ خايف ان مكانته تنزل بين ايه؟ بين كفار قريش. انا اسيبهم يعذبوها عشان يعرفوا ان انا ايه؟ معاهم. ودي رساله لكل اخت ربنا كرمها ولبست الحجاب. امك رمله بنت ابي سفيان ابوها رضي ان هي تتعذب، وتعذبت بالفعل هي وجوزها، ورغم ذلك دينها ما تسيبوش. انت ممكن مع اول مشكله مع الزوج او مع الاسره او مع الاب او مع الام تقلعي الخمار او النقاب. ليه؟ لازم تثبتي على دينك وتعرفي ان هو ده طريق الانبياء، ان لابد من الابتلاء، واشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. نفس الحكايه للشاب، يلتزم ويجي اول ما يلاقي ابوه يقول له لو هتلتزم تطلع بره البيت، صل قيام الليل وادعي ان ربنا يشرح صدر ابيك، وربنا ان شاء الله هيشرح صدرهم، لكن ما تعادلوش. عايزين برضو ان احنا نحافظ على بر الوالدين، وربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. فالمهم، فلما كانت الهجرة الثانية طبعا اشتد الإيذاء على مين؟ على رملة بنت أبي سفيان وزوجها ايه؟ عبيد الله بن جحش. فلما كانت هجرة الحبشة الثانية ايه اللي حصل؟ عبيد الله بن جحش راح مهاجر واخد معاه مين؟ زوجته اللي هي رملة بنت أبي سفيان. طلعوا على بلاد الحبشة، واول ما وهم ماشيين في السكة كانت ايه؟ كانت رملة بنت أبي سفيان كانت حامل. اول ما وصلت بلاد الحبشة وضعت ايه؟ الطفلة اللي كانت ايه؟ حملها اللي هي مين؟ اللي هي حبيبة، ومن هنا سميت أم حبيبة. المهم، فعاشوا هناك أجمل لحظات حياتهم في ظل عدل النجاشي رضي الله عنه وارضاه. المشركين سكتوا؟ لا، ما سكتوش. بعتوا وراهم عمرو بن العاص زي ما احنا عارفين، وعبد الله ابن ابي ربيعه، وبعتوا الهدايا وحاولوا ان هم ياخدوهم من النجاشي. فالنجاشي اول ما سمع لكلام جعفر بن ابي طالب وعلم انهم على حق، رفض ان يسلمهم لايه؟ لعمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعه، ورجعوا. فضلوا بقى ايه؟ عايشين هناك. امنا ام حبيبه ظنت بقى ان من هنا بقى هتبدا بقى الحياه السعيده بقى، والراحه والاطمئنان والايمانيات العاليه مش عارف ايه، لكنها لم تعلم ان الاقدار كانت تخبئ لها شيئا عجيبا. ايه اللي حصل؟ زوجها عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. يا الله، طب دي في غربه لوحدها، معاش حد، زوجها بس اللي معاها، ابوها كافر واسرتها كفر، ولو رجعت ابوها هيفتنها في دينها، ولا يعني مشكله كبيره جدا. وجوزها يرتد ويعرض عليها ان هي ترتد، فرفضت، وحاولت ان هي تدعوه ان هو يرجع فمرضيش. قالت خلاص يبقى الفراق. يبقى الزوجه لما تعيش مع زوج مش عايز ربنا، لا، يبقى لما تسيبه افضل. وتؤثر رضا الله عز وجل على ان تكون مع زوجها. عشان كده بقول لكل اخت النهارده، ده الاخت لما تقعد من غير زواج عمرها كله افضل والله مليون مره انها تعيش مع واحد يفتنها في دينها. احسن في نظري والله من انها تعيش مع واحد يفتنها في دينها واسمها متجوزه وخلاص. لا، المساله مش مساله جواز، المساله مساله واحد هيقربك من ربنا ولا هيبعدك. لو هيقربك فبها ونعمه عين، انما لو هيبعدك بلاش منه خالص. المهم، فارتد عبيد الله وتنصر، وبدأ يعرض عليها فرفضت، وحدث الفراق بينهم. فأبت أن تتنصر وعادت إلى بيتها وأغلقت على نفسها الباب. تعمل إيه في الوقت ده؟ مأساة يا إخواننا عايشة فيه. امرأة عايشة لوحدها، أبوها كافر، ولو رجعت هيعذبوها وهيفتنوها، وممكن أبوها نفسه هو اللي يتولى عذابها عشان يرد مكانته بين المشركين، لأن كلهم كانوا بيعايروه بيقولوا له ده أنت بنتك أسلمت رغم أنفك. طب تعمل إيه؟ تروح المدينة، هتنزل على مين؟ على زينب بنت جحش اللي هي أخت جوزها، هتبقى حمل عليها وهي عارفة زينب بنت جحش عايشة فين؟ يا دوب في غرفة صغيرة مع النبي عليه السلام. طب تقعد فين؟ مفيش مكان. طب تقعد فين؟ مفيش غير إن هي تشيل همها في قلبها
وتقعد في الحبشة وتقفل على نفسها بابها وتصلي طول الليل وتصوم النهار وتبكي بين يدي الله عز وجل. بالله عليك يا أختي، لو كنت مكان أم حبيبة تعملي إيه؟ كانت ممكن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها تعمل إيه؟ تقوم راجعة مكة وتقول لهم خلاص أنا ارتديت وهو ده اللي أنا خدته من الإسلام، أدي الواحد الوحيد اللي أنا جوزته عشان ملتزم، أدي ترك الدين كله وارتد وكان هيفتني، أنا مش عايز إسلام. لو كان واحدة غيرها كانت ممكن تعمل كده، لكن أم حبيبة لا، ما تعملش كده. آثرت رضا الله سبحانه وتعالى. وبنهدي الكلام ده يا إخوة، بنهديه لكل أخت اتعذبت مع زوجها، مع أسرتها، مع أمها، مع أبيها، مع أولادها، بنقول لها اصبري وإن شاء الله الفرج جاي، إن شاء الله خلي عندك بس ثقة في الله. جوزك اللي هيتعبك ده أو اللي تعبك دوت قادر ربنا سبحانه وتعالى يهديهولك في لحظة، وابنك اللي تعبك قادر ربنا يهديهولك في لحظة، والأب أو الأم اللي هم تعبينك قادر ربنا يشرح صدرهم في لحظة. المهم شاء ربنا سبحانه وتعالى إن يبعث الفرج لأمنا أم حبيبة في لحظة. فرج يجي منين ما تعرفش، المهم هيأتي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. حبيبك صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي وصل له خبر إيه اللي حصل لأم حبيبة، يعمل إيه؟ طب الحل الوحيد لها إيه؟ إن النبي يتجوز، صح ولا لا؟ هو ده الحاجة الوحيدة اللي مضمونة بالنسبة لها، دي حاجة. الحاجة الثانية هو ده الإكرام الوحيد لبنت سيد قريش أن يتزوجها سيد الأولين والآخرين، ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه؟ يجوزها. كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كل لما يبعت الرسائل للمسلمين في بلاد الحبشة كان يبعتها لمين؟ جعفر بن أبي طالب. لا، المرة دي لا، المرة دي أرسل رسالة مع عمرو بن أمية الضمري إلى مين؟ إلى النجاشي، إلى ملك الحبشة بنفسه. ليه؟ بيقول له يا ملك الحبشة أنا عايز أتجوز رملة بنت أبي سفيان فأنت اخطبها لي. ده مين اللي بعت لها؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل الخبر للنجاشي طبعا كان سعيد جدا. طب اشمعنى النجاشي؟ لازم الملك بنفسه، على قد الآلام اللي انت شفتيها يا أم حبيبة وعلى قد العذاب اللي انت عانيتي منه لازم نكرمك، ومحدش هيكرمك قد الملك، ملك الحبشة رضي الله عنه وارضاه. فالمهم راح ملك الحبشة أرسل جارية إلى أم حبيبة، خبطت عليها، هي ما بتفتحش لحد. طب تعمل إيه؟ فرجعت للنجاشي قالت له ما تفتحش. قال لها نادي عليها من بره وقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فلانا إلى النجاشي لكي يخطبك إليه. فأول ما نادت عليها راحت فتح الباب، فتحت الباب ودموعها على خدها رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى قد ايه الانسان لما يعيش في شقاء وتعب وعناء. بنهدي الكلام ده لكل امرأة اتعذبت ولكل اخ اتعذب، كل انسان عانى في حياته. شوف قد ايه بعد كل المعاناة دي كلها، شوف بقى لما يجي الفرج، شوف الدموع بتاعت الفرح بتنزل ازاي. فتحت الباب ودموعها على خدها. فقالت لها ايه الخبر؟ قالت لها النبي عليه السلام ارسل الى النجاشي لكي يخطبك اليه. معقول الكلام ده؟ كانها مش سامعه. طب عيد الكلام تاني كده. فعادته برضه انا مش مستوعبه. لا عيدي تاني. فعادته عليها مره واثنين وثلاثه. من فرحه امنا ام حبيبه بالخبر راحت قلعت الذهب اللي هي لابساه كله وراحت مديان الجاريه دي اكبر هديه، اقل هديه للذهب. عارف الكلام ده فكرت مين؟ فاكر توبه كعب بن مالك لما رجل نادى عليه من فوق الجبل يا كعب بن مالك ابشر، قال فعلمت انه قد جاء الفرج فخلعت الحلتين وما املك غيرهما فاعطيته اياهم. خدت بالك من شده الفرح يا اخي. فالمهم راحت ايه مدياها ايه الاساور اللي هي كانت لابساها. وقامت ام حبيبه ارسلت الى احد اقاربها اللي هو مين؟ خالد بن سعيد بن العاص. قالت له انت تبقى وكيلي في العقد. وراح النجاشي امر سيدنا جعفر بن ابي طالب قال له جمع اخوانك المسلمين كلهم وهاتهم عشان ايه؟ عشان هنعقد على مين؟ على ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان. وراح اجتمع كل الصحابه وقعدوا. وراح النجاشي خطب خطبه عصماء وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلي لأخطب إليه أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، وقد فعلت ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها 400 دينار. 400 دينار ده كان أكبر مهر يتقدم لزوجة من زوجات النبي عليه السلام. ليه؟ لازم نعوضك يا أم حبيبة، كل العذاب اللي انت شفتيه ده كله لازم نعوضك، لازم نكرمك انت بالذات عشان العذاب اللي شفتيه دوت وعشان الغربة اللي انت فيها لازم ربنا يكرمك سبحانه وتعالى. فأصدقها 400 دينار كان أكبر مهر دفع لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الناس جم يقوموا فالنجاشي قال لهم لا، رايحين فين؟ اجلسوا. إيه فيما خلاص ما العقد تم يعني. قال لهم إن من سنن المرسلين أنهم إذا تزوج واحد منهم أولموا. اجلسوا.
فأولم النجاشي وأطعم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة قصة أم حبيبة قصة مؤثرة جدا، لما تقعد تشوف عناءها في مكة بتتعذب ازاي، وتروح مع زوجها وزوجها يرتد ويموت كافر وهي لوحدها ومش لاقي حد، وفجأة بعد كل العذاب ده كله يتزوجها حبيبك صلى الله عليه وسلم. بنقول لكل أخت خلي عندك ثقة في الله، والله سيأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل. ربنا يحفظنا. المهم ان الجارية اللي بشرت أمنا رملة بنت أبي سفيان، اللي بشرتها بالبشرة ديت، رجعت بعد كده، خد بالك شو بقى الناس اللي بتعمل العمل لله، رجعت بعد كده وندمت ان هي خدت الأساور دي من أمنا، وراحت لها قالت يا أم حبيبة خذي هذه الأساور لا أريد شيء. قالت لها ازاي؟ ده أنا كمان كنت مجهزة لك فلوس من المهر اللي دفعوا لي النجاشي، هو دفع لي 400 دينار، فأنا كنت مجهزة لك كمان هدية من المهر ده. قالت لها لا أريد مالا ولا حليا. قالت لها ما أنا عايزة إيه؟ قالت لها وانت راجعة المدينة تخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد أسلمت وقد اتبعته وأني أرسل إليه السلام واجعليه يرسل إلي السلام. وبالفعل لما رجعت أم حبيبة قالت الكلام ده للنبي عليه السلام، وأرسل النبي السلام إلى تلك الجارية. بالله عليك سلام النبي إليك لا يساوي هذا الأمر؟ ده يساوي الدنيا وزيادة. احنا اتكلمنا في الخطبة اللي فاتت هنا يوم الجمعة عن الخطبة كانت بعنوان قلب موصول بحب الرسول، تكلمنا كيف كان الجماد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحب الإنسان المسلم لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لما عادت أم حبيبة إلى المدينة، فالنجاشي رضي الله عنه وارضاه اداها كمية عطور هدية، فضلت تستعمل العطور دي لحد آخر يوم في حياتها. هي عاشت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فترة كبيرة، سنوات طويلة جدا، ورغم ذلك فضلت تستعمل العطور دي. المفاجأة العجيبة بقى، أبو سفيان اللي هو أبوها علم بخبر زواج النبي بابنته. عارف المفاجأة إيه؟ إنه فرح. تخيل، فقال هو الرجل لا يقدح أنفه، ده هو ده مفيش زيه. بيقول عن النبي عليه السلام والحق ما شهدت به الأعداء. وانتم عارفين أبو سفيان في الحديث البخاري ومسلم لما هرقل سأله ماذا تقول فيهم؟ قال كذا وكذا وكذا، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات الجميلة صلى الله عليه وآله وسلم. وده كان من ضمن أسباب انفتاح قلب أبو سفيان للإسلام بعد كده. طب واحد يسأل سؤال، طب ليه أم حبيبة بمجرد ما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة عن طريق النجاشي ليه ما رجعتش للنبي عليه السلام وعاشت معاه؟ ده فضلت قاعدة بعدها كذا سنة. هقول لك السبب. حبيبك صلى الله عليه وسلم حب يجبر كسرها، يعني انت حصل لك كل دوت من أجل ان انت أسلمتي، احنا هنجبر بخاطرك يا أم حبيبة وأنا هتجوزك صلى الله عليه وسلم، لكن عشان ما نكسرش القلوب الناس اللي معاكي، بدل ما ترجعي انت ونسيبهم هم هناك لوحدهم في الغربة، استني شوية واصبري لحد ما ترجعي معاهم، والحمد لله اديك عرفت ان انت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعت أم حبيبة في العام 7 للهجرة بعد غزوة خيبر، والنبي عليه السلام لقى سفينتين جايين. ايه السفينتين دولت؟ طب ده المهاجرين كانوا عدد بسيط جدا، هم ليه السفينتين دولت؟ ما هو المهاجرين اللي راحوا هناك دولت فضلوا يشتغلوا في الدعوة إلى الله عز وجل، وجابوا معهم سفينتين قد أسلموا لله عز وجل. فلما وصلوا كما عند الحاكم بإسناد الحسن، حبيبك صلى الله عليه وسلم أول ما شاف ابن عمه جعفر بن أبي طالب قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوف إحساس النبي عليه السلام، وشوف أخلاق النبي عليه السلام ورحمته صلى الله عليه وسلم. وقام حبيبه صلى الله عليه وسلم يستقبل المسلمين ويأخذهم بالأحضان ويقبلهم، ثم استقبل زوجته يعني استقبالا خاصا، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويأتي صلح الحديبية إلى الهدنة، واختلط فيها المسلمون طبعا بالكافرين في صلح بقى ما فيش حرب، وقعدوا يدعوا إلى الله عز وجل. وكان كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبهاتهم يعني ما بين موتى أو مسلمين، يعني زوجة تلاقي أبوها مات أو زوجة أبوها مسلم، إلا رملة بنت أبي سفيان الوحيدة اللي أبوها عايش وكافر وبيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة طبعا رملة بنت أبي سفيان كل عمرها قضته فين؟ في الحبشة، فمش عارفين يا ترى قلبها مع مين، مع النبي عليه السلام ولا مع أبوها أبو سفيان اللي ما شافتوش بقالها 14 سنة. يجي موقف جميل جدا يوضح لك بقى المسألة. بيقول لك لما علم أبو سفيان بأن النبي عليه السلام ينوي فتح مكة، واخد بالك إيه اللي حصل؟ راح رايح للنبي عليه السلام على المدينة. أول ما راح هناك فأقبل على النبي عليه السلام وطلب منه أنه يزيد في الهدنة ولا يفتح مكة الآن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه أبو سفيان؟ يروح لمين؟ ملوش حد غير مين؟ بنت رملة بنت أبي سفيان، هو ده البيت الوحيد اللي ليه في المدينة. فيعمل ايه؟ راح داخل على بيت ايه؟ بنته، ما كانتش موجودة.
لكن عرفت ان هو راح، فراحت جري. يا ترى راح جري ليه؟ تاخد اباها في حضنها، تقبل اباها، ترحب بيه؟ ابدا. شافت ابوها وهو داخل لسه هيقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت نزع الفراش من تحته. فتعجب ابو سفيان، قال يا بنيتي هل رغبت بهذا الفراش عني ام رغبت بي عنه؟ يعني يا ترى انت حاسه ان الفراش ده مش من مقامي فعشان كده شلتيه، ولا مستخسره فيا؟ فقالت له كلمه جميله قوي، قالت له انه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك امرؤ نجس مشرك. فقال يا بني لقد اصابك بعدي شر شديد. شوف الولاء والبراء عامل ازاي. ده مين؟ ده ابوه، ما شافهاش بقى له كام سنه؟ 14 سنه. وعلى الرغم من ذلك قلبها مع مين؟ مع حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب أم حبيبة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة تمر الأيام ويموت حبيبك صلى الله عليه وسلم وينفطر قلب أم حبيبة حزنا على وفاة النبي عليه السلام، وفضلت على عهدها صائمة قائمة كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت بها الحياة إلى عهد معاوية ابن أبي سفيان اللي هو مين؟ أخوها، واخد بالك؟ وكان أمير المؤمنين في الوقت ده. قال الإمام الذهبي وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة ولا سيما في دولة أخيها اللي هو معاوية، ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين. يبقى يا أم المؤمنين هو مين؟ هو خال المؤمنين، واخد بالك؟ آخر موقف مؤثر وموقف جميل جدا جدا جدا، آخر موقف دار بين أم حبيبة وبين أمنا عائشة وأمنا أم سلمة. جت أم حبيبة حست خلاص إنها بتموت، راحت بعتت لأمنا عائشة قالت لها يا عائشة قد كان بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، يعني يمكن في مواقف حصلت بيني وبينك زعلتك مني أو زعلتني منك، فأرجو أن تحلليني فإني مقدمة أو مقبلة على ربي عز وجل. فسامحتها أمنا عائشة وقالت غفر الله لك يا أم حبيبة وحللتك من ذلك، أنا حللتك من كل مظلمة. فبكت أم حبيبة وقالت سررتني سرك الله عز وجل. وبعتت لأم سلمة وقالت لها نفس الكلام، حلليني من أي مظلمة وما تزعليش مني، أنا مسامحاكي وانت تسامحيني. وتوفيت أم حبيبة سنة 44 في خلافة أخيها معاوية. الدرس اللي نطلع منه يا ريت يا ناس، يا ريت نسامح بعض، يا ريت اللي زعلان من أي حد يسامحه. أنا أشهد الله عز وجل أني مسامح أي مسلم في الدنيا قال عني أي حاجة أو أساء إلي أو عمل أي شيء، لأني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما انساش موقفه أبدا لما النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين للصدقة فلم يجد شيء يتصدق به، فتوجه إلى السماء وقال اللهم إني لا أجد ما أتصدق به اليوم إلا عرضي، فإني تصدقت على كل من شتمني أو آذاني أو سبني أو ضربني فقد سامحته وأنت أولى بالمسامحة فسامحني. فيا إخوة عايزين نسامح بعض. الأخ اللي شايل من أخيه بلاش، يعني مش لازم أمور الدنيا تخلينا نختلف مع بعض. الأخت اللي مخاصمة أختها قبل ما تخرج النهارده تصالحها، دي أختك في الله. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.